قبل الخوض في تفاصيل هذه الفقرة ينضم إلينا مباشرة من مدينة الداخلة جنوب المغرب السيد محمد فاضل أبو الحسن، الإعلامي والصحفي المغربي، للوقوف على صورة هذا اليوم الانتخابي في الأقاليم والمدن الجنوبية جنوب المغرب. سيد محمد فاضل أبو الحسن، كان من المفترض أن تكون معنا عبر سكايب صوتا وصورة، لكن أعرف أنك كنت في زيارة لعدد من صناديق الاقتراع في بعض المدن الجنوبية. هل وضعتنا في صورة نسب المشاركة وكيف كان هذا اليوم الانتخابي لحد الآن في المناطق التي زرتها؟ نعم، بالفعل كما قلت زميلي أحمد، بعد التحية والسلام. كنت في جولة هذا الصباح بعدد من صناديق الاقتراع المترامية على طول منطقة الصحراء. على أي لا يمكن الحديث الآن ونحن في منتصف النهار، نحن الآن على الساعة الثانية زوالا من يوم الاقتراع. لا يمكن الحديث الآن عن نسب المشاركة، لكن ما يمكن أن أؤكده، وأنا على اتصال بجميع الإخوة وزرت بعض صناديق الاقتراع. الأمور يعني الإقبال، حين نتحدث عن الإقبال فالإقبال كان مكثفا، وهذا ما تعودت عليه هذه الجهة التي أتواجد بها، جهة وادي الذهب القويرة الحدودية مع الشقيقة موريتانيا. كنت هنا في 2007 في الانتخابات البرلمانية السابقة، كنت في 2009 في الانتخابات الجماعية. دائما هذه الجهة تتميز بحجم مشاركة عالي وعالي جدا، مثل جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء التي تحدها من الشمال. الإقبال يعني يفسره تعاطي الناس والناخبين على وجه الخصوص مع الشأن السياسي، مع مختلف المشاريع والإصلاحات، المشاريع التي تقام هنا بالمنطقة، ومع كذلك المسلسل الديمقراطي الذي كان آخره وأبرزه المصادقة على دستور 2011 يوليوز الماضي، فاتح يوليوز الماضي، الذي كذلك كانت جهة وادي الذهب القويرة هي الأعلى رتبة على المستوى الوطني في المشاركة، حيث تعدت حجم المشاركة تعدى هنا 91%، وهو المؤشر الرقمي الذي لا يمكن معه الحديث عن امور اخرى يتحدث عنها البعض من قبيل الدعوه الى المقاطعه والدعوه بخصوص. سأعود لنقطة المقاطعة، فقط اريد ان اطرح سؤالا. يعني المتابع للشأن المغربي دائما يلاحظ نسب عالية للمشاركة في الانتخابات في المناطق الجنوبية بالمقارنة مع مناطق أخرى في المغرب. برأيك لماذا، وهل لذلك علاقة بتحالفات يعني قبلية في المناطق الجنوبية التي نعرف أن لها وضعية خاصة في المغرب؟ هذا ما تحدثت عنه قبل قليل بخصوص التعاطي مع الشأن السياسي، مع لا أقول الأحزاب السياسية كي لا أقول ما ليس واقعا، لكن مع الشأن السياسي عموما. السكان بالأقاليم الجنوبية للمملكة يتعاطون مع الشأن السياسي في جلساتهم، في سمرهم الليلي، في جلساتهم النهارية. المجتمع فعلا مجتمع قبلي، لكن التعاطي مع الشأن السياسي هو سمة غالبة لسكان المناطق هنا. التعاطي مع مختلف المشاريع، خصوصا فيما يتعلق لأنه الجميع مقبل على مشروع جهوية موسعة متقدمة تحدث عنها جلالة الملك في الخطابات الأخيرة، وذلك يعد مطمحا يعني لجميع سكان هذه المنطقة. وبالتالي سيد أبو الحسن، هل تعكس نسبة المشاركة العالية، سننتظر إلى آخر هذا اليوم الانتخابي، هل تعكس يعني نجاح من نوع ما في السياسة الإدماجية التي اتبعتها الرباط يعني في الأقاليم الجنوبية؟ طبعا لغة الأرقام لا تكذب. المشاركة العالية، قلت لك أنه في 2007 و2009 في الاستحقاق الدستوري الأخير، وقبل ذلك حتى الاستحقاقات التي سبقتها يعني في مطلع هذه العشرية،
يعني كانت هناك دائما ولا زالت هناك نسب عالية للمشاركة، وهو المؤشر الرقمي الذي لا يمكن معه الحديث عن أشياء أخرى. مؤشر رقمي واضح يؤشر بنجاح هذه السياسة، نجاح استراتيجيات مركزية بالمنطقة، سواء كانت هناك سواء فيما يتعلق بالتنمية البشرية، فيما يتعلق بتنمية الموارد بالمنطقة، وبتأهيل المنطقة فيما يخص البنيات التحتية الأساسية، وهي المنطقة التي أصبحت تجاوزت هذا الحيز، وتجاوزته لأن تستقبل عددا من المهرجانات الدولية طيب. وكذلك كل ما يتعلق بالإقبال السياحة. الجهة تتوفر على مطارين دوليين بالداخل وبالعيون، مؤسسات فندقية، مؤسسات يعني تتعلق بفعالية المجتمع المدني والأحزاب السياسية في تأطير المواطنين، في إدماجهم، في نفس الوقت يمكن الحديث عن احترام الخصوصية المحلية بالموازاة مع هذه السياسة الإدماجية. طيب. خطابات الأخيرة تتحدث عن مشروع للجهوية الموسعة، وهو المشروع الذي يحظى بقبول مختلف أطياف المجتمع الصحراوي بالأقاليم الجنوبية.